السلام عليكم، معاكم كابتن همام من اسل توم، وموجود معانا النهارده جهاز ويدر مالتي جيم. الجهاز ده باختصار هو عباره عن مالتي جيم موجود مع حضرتك في المنزل. الجهاز ده باختصار هو عباره عن مالتي جيم موجود مع حضرتك في المنزل، موجود في كل التمارين زي جهاز العقله، زي الجهاز المتوازي، زي الريزيستنس باند المختلفه اللي انت تقدر تشتغل بيها تمارين كتيره. طيب خلينا نبدا اول حاجه بجهاز العقله. عندنا القبضه الضيقه وعندنا كمان القبضه الواسعه للناس الطويله، ممكن نشتغل عليه ويقدر ان هو يستحمل اوزان لحد 130 كيلو. طب ازاي؟ ممكن انا اشتغل عليه بنفسي قدام حضراتكم. اشتغلت عليه العقله الضيقه ما فيهوش ادنى مشكله وقدر ان هو يستحمل. كمان لو انت تقدرش انك تطلع عليه او لو حضرتك عندك طفل او كده، ممكن ان انت تعلق فيه باور باند او اسمه الريزيستنس باند اللي هو اللوب، وتقدر انك تشتغل عليه، وهوري برضو لحضراتكم فيديو على كده. تاني حاجه معانا هو المتوازي، وده تقدر تشتغل عليه بقى تمارين كتيره زي تمرين مثلا البطن بالمنظر ده، انك تشتغل مثلا برجل ضيقه او تشتغل برجل واسعه او حاجات تانيه كتير برضو تقدر ان انت المدرب بتاعك او تجيبها من على اليوتيوب، مفيش ادنى مشكله. حاجات تانيه زي القبضه دي تقدر تشتغل على المتوازي بطريقه تانيه بنفس الطريقه دي، انك ممكن تشتغل مثلا على الترايسبس او تشتغل على الشيست. ممكن كده مثلا، ده مثلا كده انا اشتغلت على الترايسبس، ممكن اشتغل بقى على الشيست بان انا اميل بظهري لقدام سنه واشتغل بالطريقه دي عدات طبعا كتير. طيب عندنا ميزه كويسه جدا في الجهاز ده، ان انت بتقدر انك تفتح اللوك بتاعه بتاع المتوازي وترجعه لورا بالمنظر ده. المتوازي لورا برضه بالمنظر ده زي ما اتفك، وكمان تقدر ان انت تقفل عليه كويس بالنسبه ان يكون فيه سيفتي وحمايه، وبالتالي ده خلق مساحه كبيره جدا انك تقدر بقى تشتغل على جهاز العقله بطريقه اكتر اريحيه. كمان تقدر بقى تستخدم الكيبل والريزيستنس باند دي بالطريقه اللي تريحك. يعني مثلا ممكن اشتغل على الكيبل دي، ممكن مثلا اشتغل بايسبس مثلا او ترايسبس ايا كده انا عايز ايه. وعندنا في الكيبل دي اصلا 3 مقاومات، 25 ال بي، عندنا مقاومه ثانيه 35، عندنا مقاومه ثالثه 45. وطبعا على حسب مستواك انت بتشتغل باللي انت تحبه او التمرين او شده التمرين اللي عندك. يعني مثلا ممكن تشتغل بال 25 بس، ممكن تشتغل بال 35، ممكن لو مستواك بدا ان هو يتطور افضل تشتغل بال 45. طيب انت بقى شخص اليت وبتحب انك انت تشتغل مثلا اوزان عاليه، خلاص تقدر انك تدمج ما بين الاوزان دي. يعني مثلا على سبيل المثال احط ال 25 مع ال 35 وكده انا بشتغل ب 60 ال بي، او ممكن احط ال 35 مع ال 45 او ال 25 مع ال 45، او ممكن احط الثلاثه مع بعض، وده تقريبا هيحصل معاك وزن تقريبا 100 ال بي تقريبا. ممكن كمان ابدل الافضل ان هي تكون فوق مثلا، ممكن بقى ابدا انزلها تحت واشتغل بقى تمارين ثانيه مثلا زي البايسبس. تمام، ممكن مثلا اشتغل بالمنظر ده على الشيست مفيش ادنى مشكله. طيب حضرتك مثلا مش عارف تعمل عقله او مش افضل حاجه، بتبدا ان انت تستعين بقى بان انت تجيب باور باند، وده طبعا برضو اسل توم بتوفره لحضرتك، وده اعلى مقاومه بتقدر ان هو ده يقدر ان هو يستحملك او يستحمل وزن تقيل مفيش مشكله. او لو طفل حضرتك مثلا ابنك او بنتك مش قادر ان هي تعمل العقله او حابه انها تعمل عدات اكتر، فتقدر تستخدم الباور باند ده. هوري برضو لحضراتكم الطريقه بالظبط حالا. بالمنظر ده انا بدات ان انا اشتغل، وبقى الموضوع بالنسبه لي اسهل كتير. كمان الجهاز ما شاء الله مستقر مكانه ولا اتحرك ولا حصل له اي حاجه، فبالتالي ما شاء الله هو يشيل اوزان تقيله جدا.